السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، إليكم النشرة الإخبارية من جامعة القاسم الخضراء، نستهلها بأبرز العناوين. استذكارا ليوم النصر العظيم، جامعة القاسم الخضراء تقيم احتفالا مركزيا بهذه المناسبة. جامعة القاسم الخضراء تتقدم 32 مرتبة في تصنيف جرين ماتريك العالمي لعام 2024. جامعة القاسم الخضراء بالتعاون مع جامعة طراز الإيرانية تقيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وتكنولوجيا البذور. أسبوع الريادة العالمي في جامعة القاسم الخضراء منصة لتعزيز الابتكار وبناء قدرات الشباب. أطروحة الدكتوراه في جامعة القاسم الخضراء تتوصل إلى طفرة نوعية في تحسين إنتاجية الخيار في الأسمدة النانوية تحت الزراعة المحمية. الهجرة غير الشرعية ومخاطرها عنوان الورشة التي نظمتها جامعة القاسم الخضراء. ورشة عمل توعوية تسلط الضوء على مخاطر المواد المخدرة وتأثيرها المجتمعي. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. نظمت جامعة القاسم الخضراء احتفالا مركزيا للذكرى السابعة لانتصارات قواتنا الأمنية من رجال الدفاع والداخلية والحشد الشعبي المقدس على عصابات داعش التكفيرية، وفي لحظة وطنية مهيبة وبأجواء يملؤها الفخر والاعتزاز تم إجراء مراسيم رفع العلم العراقي في سماء الجامعة من قبل فريق الكشافة، وبعدها وقف الحاضرون بخشوع وإجلال لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الأبرار الذين رسموا بدمائهم الزكية طريق العزة والكرامة وصنعوا بتضحياتهم نصرا تاريخيا سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل العراقيين. حيث ترأس الاحتفالية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن قاطع العوادي وسط حضور رسمي وأكاديمي متميز من الكوادر الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة، حيث تخلى الاحتفال كلمات وفعاليات شعرية مؤثرة بهذه المناسبة العظيمة استذكر فيها التضحيات الجسام التي قدمها أبناء العراق الغيارى في معركة التحرير والنصر، مؤكدين أن هذا اليوم المجيد سيبقى خالدا في ذاكرة الأجيال وصفحات التاريخ العراق المشرف. حققت جامعة القاسم الخضراء إنجازا علميا نوعيا في تصنيف جرين ماتريك العالمي لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة 36 محليا من بين 81 جامعة عراقية، واحتلت المرتبة 829 عالميا من أصل 1477 جامعة مشاركة، متقدمة بذلك 32 مرتبة مقارنة بالعام الماضي. وفي تصريح لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن قاطع العوادي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن تضافر جهود السادة التدريسيين ومنتسبي الجامعة، كما يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة في جميع أنشطتها الأكاديمية والإدارية، ويؤكد حرصها على تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن تصنيف جرين ماتريك يعد من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيم الجامعات بناء على هذه المعايير. وأشار الدكتور العوادي إلى أن الجامعة تتطلع لمواصلة التقدم من خلال تبني مبادرات جديدة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل. تطبيقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، أقامت جامعة القاسم الخضراء بالتعاون مع نظيرتها راز الإيرانية وبالتنسيق مع جمعية البذور الإيرانية وجمعية النباتات الطبية الإيرانية المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وتكنولوجيا البذور، حيث شارك وفد من أساتذة كلية الزراعة في جامعة القاسم الخضراء ببحوث علمية رصينة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة للبذور والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البذور. حيث شهد افتتاح المؤتمر كلمة مصورة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن قاطع العوادي شكر فيها القائمين على المؤتمر وشدد على أهمية التعاون العلمي والأكاديمي خاصة في موضوع البذور والمحاصيل الزراعية وإنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تهجينها وإنتاجها
ومعالجتها، مما يصب بشكل مباشر في تطوير اقتصاد البلدين ونموه. من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة رازي الدكتور محمد نبي أحمدي أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق أهداف اقتصادية وعلمية، بالإضافة إلى نشر مقالات مختارة في مجلات محكمة تتناول التكنولوجيا الحيوية وعلم وراثة البذور وصناعتها ومعالجتها. هذا ويذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 بحث ومقالات علمية للباحثين من هولندا وباكستان والصين واسكتلندا والأرجنتين وروسيا، بالإضافة إلى باحثين من القائمين على المؤتمر. افتتح مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور فاضل رسول الخفاجي فعاليات أسبوع الريادة العالمي بمشاركات كليات الجامعة وطلبتها وشركات من القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مستثمرين. تخلل الافتتاح معرض الأعمال الفنية واليدوية ومواد غذائية صحية وورش تدريبية حول كيفية تطوير القدرات وصقل المواهب لدى الطلبة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بمناسبة الأسبوع العالمي للريادة، تطلق جامعة القاسم الخضراء فعالياتها بمساهمة كبيرة من قبل كليات الجامعة وتحت رعاية كريمة من قبل السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن قطع العوادي، مؤكدا أهمية هذه النشاطات التي تضع أمام طلابنا ورواد العلم مسارا ملهما لصناعة المستقبل وتحقيق التميز. ابتدأت جامعة القاسم الخضراء في هذا اليوم المبارك أول أيام هذا الأسبوع، أسبوع الريادة، حقيقة يتبنى أفكار أبنائنا الطلبة الشباب وكيفية تنمية هذه الأفكار وتسويقها إلى سوق العمل. حقيقة جامعة القاسم الخضراء منذ بداية إطلاق هذا الأسبوع من السنين الماضية تبنت هذا المشروع وأعدت برنامج متكامل أدخلت من خلاله بحدود 211 طالب وطالب وغير طالب الحقيقة من المجتمع. من جهة أخرى، أكد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ورئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات أسبوع الريادة العالمية الأستاذ الدكتور فاضل رسول الخفاجي أن أسبوع الريادة يمثل رمزا لتفوق الفكر الإبداعي والتقدم الحضاري، وهو فرصة حقيقية لإطلاق الطاقات وتحفيز العقول الشابة على تجاوز التحديات التقليدية وابتكار حلول جديدة تسهم في دعم اقتصادنا ومجتمعنا. تقيم جامعة القاسم الخضراء الاحتفال بأسبوع الريادة العالمي، والذي ينسجم مع مبادرة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني المحترم، والتي تهدف إلى استثمار طاقات ومميزات ومواهب الشباب من خلال تدريبهم في سوق الاقتصادي لغرض رفض الاقتصاد الوطني وبما يخدم المجتمع بشكل فعال وكبير. حضور ملفت ومساهمة كبيرة من قبل كليات الجامعة بأساتذتها وطلبتها للمشاركة في فعاليات أسبوع الريادة العالمية، والذي يهدف إلى ابتكار مشاريع جديدة وتحفيز القدرة على اكتشاف الفرص المتاحة والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع. بدعم ورعاية من الأستاذ رئيس جامعة القاسم الخضراء ودعم من المساعد العلمي للشؤون العلمية ومشاركة واسعة من قبل كليات جامعتنا، وكذلك كان بالتعاون مع شعبة الحاضنة التكنولوجية وشعبة التأهيل، وبمشاركة واسعة وفعالة مبادرة ريادة، حيث كان لهم دورة في عرض مشاريعهم المتبنات هذه المبادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء. نشكر جامعة القاسم الخضراء على احتضانها هذه المبادرة التي سعت إلى تطوير الشباب وإدارة عملهم وكذلك وتنميتهم وتطوير مهاراتهم وعدم جرافهم إلى أمور أخرى. أكثر من 200 مستفيد انخرطوا في الدورات التي أقامتها جامعة القاسم الخضراء، والتي تؤهلهم لتقديم مشاريعهم الخاصة بعد المنح المقدمة من قبل مشروع الريادة، الأمر الذي ساهم في نتاجات وابتكارات صديقة للبيئة عرضت في المعرض خلال اليوم الأول من أسبوع الريادة العالمي في الجامعة. من داخل جامعة القاسم الخضراء، منذر الجبوري، بابل.
بحثت أطروحة الدكتوراه في قسم البستنة وهندسة الحدائق بكلية الزراعة استجابة هجن من الخيار للأسمدة العضوية والمعدنية والرش بالحديد النانوي تحت الزراعة المحمية. وتهدف الدراسة التي تقدم بها طالب الدكتوراه علي عامر دحام إلى دراسة تأثير إضافة الأسمدة المعدنية النانوية والرش بالحديد النانوي في نمو وحاصل هجن الخيار، ومعرفة تأثير إضافة الأسمدة العضوية والرش بالسوبر 50 النانوي في نمو وحاصل هجن الخيار. وأظهرت النتائج تفوق النباتات المسمدة بالسوبر النانوي مع الرش بالحديد النانوي في المؤشرات الخضرية والكمية والنوعية، الذي انعكس إيجابا في زيادة الحاصل الكلي للبيت البلاستيكي لأكثر من 3 طن مع التسميد العضوي النانوي لتقليل المدخلات في الزراعة المحمية وأثرها البيئي والصحي. نظمت وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية الزراعة بجامعة القاسم الخضراء ورشة عمل بعنوان الهجرة غير الشرعية ومخاطرها. الورشة التي حضر فيها تدريسيين من كلية الزراعة ركزت على تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يسلكون طريق الهجرة الغير الشرعية والذي يعرف بطريق الموت. المحاضران أوضح أن المهربين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لهذه الظاهرة يهدفون فقط لجني الأموال دون اكتراث بسلامة الأفراد، بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى الإتجار بأعضائهم البشرية. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت ضوابط صارمة لمكافحة هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات نظمتها جامعة القاسم الخضراء لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر التي تواجه الشباب ودعوتهم للبحث عن بدائل آمنة وقانونية. أقامت شعبة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة القاسم الخضراء ورشة عمل توعوية حول المواد المخدرة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. تناولت الورشة المخاطر الصحية والاجتماعية والقانونية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي والزميلة مروى الحمداني. من أجل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، أقامت شعبة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القاسم الخضراء وبالتنسيق مع مكتب وزير الداخلية، دائرة العلاقات والإعلام، قسم الشرطة المجتمعية وقسم شؤون العشائر ودائرة صحة بابل، ندوة توعوية بعنوان مخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع. حقيقة الإدمان ظاهرة استفحلت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة وحصدت أرواح الكثير من الشباب والشابات من عوائلنا وأهلنا وناسنا. فالمفروض بينا احنا كمؤسسات أنه نعمل توعية تثقيفية صحية تعليمية في كل المؤسسات من أجل إظهار مساوئها ومخاطرها. وضحت الندوة دور الشرطة المجتمعية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتداعياتها في زيادة معدلات الجريمة من خلال التوعية بمخاطرها وملاحقة تجار ومروجي المخدرات والمتعاطين، وكذلك إعداد برامج لإعادة تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع. بدعوة كريمة من جامعة القاسم الخضراء لبينا حضور إقامة ندوة حول موضوع آفة المخدرات ومدى تأثيرها بالمجتمع. اليوم حقيقة الشرطة المجتمعية هي معروفة مشاركتها الفعالة في العديد من الورش والندوات والمؤتمرات حقيقة، وإطلاق حملة إعلامية وإطلاق حملات ميدانية في عموم المحافظات العراق، كذلك في محافظة بابل حقيقة حول ظاهرة المخدرات ومدى تأثيرها على المجتمع. الهدف منها توعية المجتمع وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه حقيقة أسرنا اليوم. مختصون أشاروا إلى أن مجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضعف الوازع الديني تعد من أهم مسببات انتشار ظاهرة الإدمان وترويج المخدرات بشكل واسع، والتي باتت تضرب عصب المجتمع والمتمثلة بالشباب. وللحد منها لا بد من تفعيل دور المؤسسات التعليمية والعشائر ودور الأسرة لمراقبة وتوعية أبنائهم من مخاطر هذه الظاهرة. بينت المرجعية أنه على المؤسسات التعليمية والمؤسسات التربوية أن تظهر خطورة هذا الأمر
وتبينه بشكل واضح لأفرادها ومن ثم للمجتمع. فهو هذه الندوة المباركة أو هذه الورشة المباركة من ضمن دور المؤسسة التعليمية وهذه الجامعة، جامعة القاسم، هذه جهود خيرة وطيبة من القائمين عليها، أنه بيان خطورة المخدرات. تتفاقم ظاهرة انتشار المخدرات بين أوساط الشباب رغم الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة التجار والمروجين والمتعاطين، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة وسط مخاوف وتحذيرات من مخاطرها على مستقبل الشباب. لإعلام جامعة القاسم الخضراء، مروى الحمداني، بابل. أخبار الرياضة والزميلة مروى الحمداني. شكرا للزميل منذر الجبوري. أسعد الله أوقاتكم أحبتي المشاهدين. إليكم النشرة الرياضية لجامعة القاسم الخضراء، نستهلها بأبرز العناوين. إنجاز رياضي لجامعة القاسم الخضراء بحصولها على مراكز متقدمة في بطولات الجامعات العراقية. ندوة علمية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة حول استخدام الابتكارات التكنولوجية في المجال الرياضي. حققت جامعة القاسم الخضراء إنجازاً رياضياً مميزاً من خلال حصولها على المركز الثاني في بطولة الجامعات العراقية لريشة الطائرة، والتي شاركت فيها 38 جامعة حكومية وأهلية من مختلف أنحاء العراق. كما أظهرت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تفوقاً كبيراً بحصولها على المركز الثالث ضمن منافسات ألعاب القوى، والتي شارك فيها أكثر من 20 جامعة حكومية وأهلية. تضمنت البطولتان منافسات قوية من الفرق الرياضية المشاركة، حيث أبدت الجامعة أداءً مشرفاً أظهرت فيه مهارات طلبتها وإصرارهم على التميز. وذكر مدير قسم الأنشطة الرياضية الدكتور علي صيهود أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهود التدريب والدعم المستمر من قبل الكليات المعنية، والتي تعكس روح المنافسة والتفوق في الأنشطة الرياضية المختلفة. وتأتي هذه النتائج كخطوة مهمة نحو تشجيع الأنشطة الرياضية الطلابية وتعزيز التفاعل الأكاديمي والاجتماعي من خلال الرياضة، بما يخدم أهداف الجامعة في تنمية قدرات طلبتها الرياضية والأكاديمية. من أجل تحسين الأداء الرياضي للاعبين، أقامت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القاسم الخضراء ندوة علمية حول استخدام الابتكارات التكنولوجية في المجال الرياضي من خلال تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات الرياضيين وتقديم خطط تدريبية مخصصة لتطوير قدراتهم البدنية وأهدافهم المستقبلية. هذا وذكر المحاضرون في الندوة أن أحد أبرز الابتكارات التكنولوجية المستخدمة في المجال الرياضي هي تقنية الذكاء الاصطناعي والساعات الذكية وأجهزة الاستشعار المختلفة، والتي تعمل على توسيع حدود أداء الرياضيين لتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج وللمساهمة في رفع مستوى المنافسة وتحسين تقنيات التدريب، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين الرياضيين والجمهور من خلال توفير تجارب مشاهد مثيرة وتفاعلية تعزز من شعبية الرياضات وتحفز على المشاركة النشطة فيها. نهاية النشرة والزميل منذر الجبوري. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية في جامعة القاسم الخضراء. نستودعكم الله في أمان الله.